السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا حبايبي صلونا على النبي وحطونا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد انزله. وهنا نسمي بسم الله. حبايبنا هنا عندي صدور دجاج. اليوم راح نسوي وياكم ستيك الدجاج بكل سهولة وبساطة. هنا أنا عندي صدر دجاج أقل الكيلو. طبعا نقعته نص ساعة ضبط بالخل الأبيض. لازم ننقعه ومن بعدها نغسله بمي صافي ومن بعدها نصفيه ونخليه بمية والنوب نسويه هيجي شرائح بهاي الطريقة، وإن شاء الله كل شي واضح قدامكم. لازم نسوي شرائح رقيقة على مود بالشوي ما يتعبنا بسرعة يستوي. وهنا أنا خليت يعني قدامكم شلون أسويه هيك طبقات شرائح رقيقة على مود الكل يستفاد. اللي وصل لي وياي حبايبي اللي هنا يحطونا لايك للفيديو شجعوني أحسن أستمر وياكم يعني، وإن شاء الله أنزل لكم وصفات بسيطة وسهلة بكل سهولة إن شاء الله. طبعا هذا ستيك الدجاج حبايبنا، إذا تحبون من بعد ما تتبلوه تفرزوه عادي، وش وقت ما تحبوه تطلعوه ماكو أي مانع. طبعا هنا أنا كملت وخليت راح خليتها بطاسة. راح أخلي البهارات ملعقة، نص ملعقة صغيرة، نص ملعقة العفو كبيرة، نص الملعقة ناخذ من البصل باودر، نص ملعقة ثوم باودر، ونص ملعقة بابريكا، والملح حسب الرغبة. أنا خليت أقل الملعقة من الملح. وهنا أنا 3 معالق من الزيت، زيت عادي أو زيت زيتون شنو تحبون خلوه. وهنا أنا عندي عصرة ليمونة خليت كاملة. عصرة ليمون ينطينا طعم كلش طيب بهاي الطريقة. شوفوا هنا أنا كانت الكهرباء طافية واستوى جتي. هنا أنا وخرت النوى مال الليمون وقع فشلتهم، ضروري نتخلص منهم. وهنا أنا نتبلها تتبيلة لازم نلابسه كله مع بعضه. طبعا مثل ما قلت لكم تحبون تخلوه بالفريز وقت ما تطلعوه قبل ساعات قبل الشوي. تحبون 4 ساعات وتستخدموه يعني تسووه الشوي. طبعا اليوم اني راح اشوي وياكم كابسة الصاج ان شاء الله. واذا انتو ما عندكم كابس الصاج تقدرون باي طاوة، بس تكون طاوة يعني تيفال غير لاصقة، تدهنوها بشوية من الزيت وتوطون النار جواها وتشوون بيها يصير عادي هم يصير. بس أنا اليوم عندي متواجدة الكابسة مال الصاج وشويتها بيهم. طبعا هاي الطريقة تنشوي حتى على الفحم إذا تحبون، هم كلش طيب ينطي طعم كلش طيب. وأنصحكم صراحة تجربوه لأن هاي التتبيلة كلش رائعة وطيبة صراحة. جربوها يعني، وتجربة خير برهان هي بعد. هنا أنا كملت. هنا أنا عندي كابسة الصاج راح أفتحها بالعرض كلها، يعني ما راح أخليها تنطبق، لا راح أفتحها كلها يعني على مود للسرعة. بيها دقمة هي من الجنب مالتها نفتحها من عندها. وهنا أنا بديت أخلي الشرائح مال الصاج بهاي الطريقة، بديت أشوي بيهم. طبعا ما خليت بعد أي زيت لأن أنا خليت 3 معالق زيت، ما يحتاج أخلي زيت. والزيت مثل ما قلت لكم تردون زيت نباتي، أنا خليت زيت نباتي عادي، تردون زيت زيتون كل شي يصير، لا تتقيدون بهاي الأمور. هنا أنا بديت أقلب بيه أريد يستوي على الجهتين إلى أن آخذ الاستواء التام واللون الحلو استكفي بهاي الطريقة. العفو وعليكم بصوتي شوية ماخذة يعني أجواء برد تغيير الجو. هنا أنا عندي خبز الصاج. طبعا هنا أنا اليوم راح أسوي وياكم لفات صاج بستيك الدجاج، أو تحبون تاكلوه خالي للي مسوين دايت بأي صلصة تحبوها عادي، هماتين لأن هو كلش
صحي يعني شويناه شوي وما بيه دهون هواي. هنا أنا عندي حبايبنا بس ملاحظة لأهل الدايت اللي يخلون زيت وياه. هنا أنا فتحت هيج فتحة شوية، وهنا أنا عندي الصوص مال الزبادي سويته. طبعا زبادي خليت وشوية عليه عصرة ليمونة، شوية شطة وشوية سماق وملح، وهاي هي ينطينا طعم كلش طيب. والخضروات طرشي، طبعا أنا سويت هنا الخضروات العفو، طرشي خيار فل طماطة، وهنا أنا عندي البصل والفلفل شوية يعني قطرات من الزيت هيك وحمسته يعني ذبلته. إذا تحبون، إحنا أولادي يحبوه صراحة فسويت لهم من عنده بصل شرائح وفلفل بارد شرائح، ومثل ما قلت لكم يعني حمسته هيك حمسة بسيطة جدا مو هواي زيت، وراح أطبقها هيك طبقات. أهم شكلها حلو، تغيير واحد يغير، ونكبسها بالصاجية كابسة الصاج. هنا أنا سويت كم وحدة منها والباقي سويته طولاني. طبعا هذا الطرش يا حبايبي أنا سويته منزلته وياكم على القناة، نزلوا على الفيديوهات إذا تحبون مال الطرشي تلقوه كامل، وراح أنزل طريقته إن شاء الله هذا على التيك توك بإذن الله تعالى. هنا أنا خليت مثل مرة ثانية سويت قدامكم طماطة بوتيتا، حمست شوية، شنو يعني تحبون خلوه إضافات، هذا الشي راجع لكم وحسب رغبتكم. مثل ما هيجي بهاي الطريقة طبقات كلش حلوة. وهنا أنا راح أسوي يعني اللفات الطولانية، فقطعته هيجي الستيك الدجاج طولاني ما خليته على كملته، لأن سويت اللفات طولانية فلازم هيجي يعني قصقصته بالسكينة. شجعونا حبايبي باللايك والاشتراك حتى استمر وياكم اكثر واكثر، ما جاي اشوف تفاعل قوي على القناة، وجاي انزلكم وصفات كلش بسيطة تستفادون منها. هنا أنا هم مثل ما قلت لكم خليت هم صوص الزبادي، احنا كلش نحبه هذا الطريقة مال الزبادي صراحة، عليها السماق وثوم باودر وملح شوية شطة تعطيها طعم كلش طيب. وهم بهاي الطريقة، وراح أغلقها هيك يعني ألفها، ما يراد لها أي صعوبات نضغط عليها على مود يعني لتنفتح. وهنا أنا راح أبدي شوية أكبسهم بالكابسة، طبعا الكابسة نظفتها بعد الشوي، وهنا أنا بديت أكبس بيهم، وإن شاء الله تنال إعجابكم وجربوها كلش طيبة، وأكيد وياها البيبسي والسفن شنو تحبون انتو. واللي هنا أنا أجيكم مع ألف سلامة.